دي جامده. اغنيه يا ليل ويا عين دي احنا ما كناش فاهمين منها حاجه، احنا كلنا كنا بنقول يا ليل ويا عين في الحته دي من صوتنا بيطلع، لكن غير كده ما حدش كان فاهم هو الكلام بيقول ايه. اسمع بقى الكلام كان بيقول ايه. يا ضي القمر عودي تمردي على القضبان، يا ضي العمر جودي ويلي جادو فيني قلال. ما معنى هذا ايها الصبي المتألق اللي خلتني قاعد في مصر مش فاهم حاجة في الكلام ده، بس مش هقول لك يا ليل ويا عين من بعدك عمر ما هوينا ولا. والناحية التانية انا ورد بس ورد نرجس اسمك فيخليني اعجرف، ومفيش حاجة مفيش حاجة. الواد ده جامد، برافو شامي برافو. تاني كلام تقيل جدا ولغته تقيلة، واحنا على القلب زي العسل، مفيش مشكلة. احنا ما بنقولش تلات ارباع الكلام بس غريبة. فالولد ناجح وولد كويس. اسمع بس الحتة بتاعت وهرجع لك في يا ليلي وعين اولها كان ايه اساسا. اسمع دي. ودولي صوت محبوبي دوالي من نظرة عيني اخدت دوالي. تسألنيش يعني ايه دوالي. دخيل اللي كون عيونك وشفتك، دخيل اللي كون عيونك وشفتك بيخلي المتين يحني يا حبايبي. انا ورد بس ورد نرجس اللي برد بس صعبان. عن الشامي اللي هو بتاع اغنية ورد نرجس. الواد ده جامد يا جماعة، الواد ده حكاية. ليه بقى جامد وليه حكاية؟ يعني الولد ده عنده 22 سنة 22 سنة. انا لما سمعت ورد نرجس دي اول ما سمعتها قلت انا عارف الولد ده، انا يعني عارف عارف الواد ده غنى ايه قبل كده. فرجعت لقيته هو اللي بيغني يا ليل ويا عين من بعدك عمر ما هوينا. فقلت الله. فدخلت كتبت الراجل مش عارف ايه، لقيته عنده 22 سنة 22 سنة ماشي. واغانيه مش اغاني في الهابط وفي الكوستافيلا واي كلام، لا الاغاني حلوة، الاغاني فيها حاجة حلوة. وبعدين لقيت حاجة تانية بقى، لقيت ان الولد ده بيتكلم لغة وبيقول في الاغاني كلام المصري كل عمره غير بالسمع يخبرني اللي خلقكم. وعلى هذا الحديث المشوق جدا اليوم عنا حفلة بدبي، وعنه صار لي شهر ما طلعت على المسرح. ودوالي صوت محبوبي دوالي من نظرة عيني اخدت دوالي اجت عحيل